مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم بدي أحضر معكن وصفة كتير صحية وسهلة ومين ما كان فيه يحضرها. شرمين منا معي اليوم، منا قادرة تصور، فتابعوني لنشوف كيف بدنا نجهزها وبأبسط الطرق، ومنا بحاجة لا لفرن وشوي بحاجة لغاز بس لنضوي بالشوكولا. لنحضر هيدي الوصفة الصحية نحن بحاجة بس ل5 مكونات. هي عبارة عن حلو صحي فينا نتروقه أو ناكله كسناك، أو حتى إذا جعانين بالليل وما عارفين شو ناكل فينا ناكله. أول شي نحن بحاجة لبينات باتر أو زبدة الفول السوداني، وبحاجة لتمر مطحون أو عجينة التمر، جوز الهند، شوكولا، وشوفان. لكن أول شي بدي أعمله، بدي أحط كوب من الجوز الهند مع نص كوب من الشوفان، ملعقة ونص من التمر، وربع كوب من البينات باتر، واخلطهم مع بعض منيح. وانا جيت. اهلين. اهلا فيكم فيكي. سالين عم تخانق هي والشوفان، وش كمان حاطه؟ تمر. ايه، وزبدة الفول السوداني. اوكي. جوز الهند. قد ايه ضلك تخانق انت وياهم؟ لتصير عجينة وحدة. بدها مجهود هي. ايه. مش اسهل اذا لبستي كفوف وخلطتين بايدك؟ بلا. طب ليه اخترت الطريقه الاصعب؟ ما بعرف. هلا هو للصراحة انا مجربتها من قبل. ايه بعرف. طلعت. طلعت كتير طيبه بس كترتي تمر. فهلا خففت هالمرة تمر. لا ما تزبط. هلا شكلها بدها نصفة بعد. بدي اخلطها منيح اول شي، اذا حسيت ناقصها يا عزوقكن، يعني يا بتزيدوا شوية بينات باتر يا شوية تمر. انا برايي الزبده. هلا لنشوف اذا ما تماسكت بزيد نتفة صغيرة بس. هي كأنه بلشت تكمش. لكن هيدي هي العجينة من بعد ما ضليت عم بحرك فيها تقريبا شي 10 دقايق. هلا اذا لبستوا كفوف وعملتوها بايدكن اكيد اسهل واسرع، لكن هلا ولا اسهل من هيك. عندي هيدولي تبع الكب كيك سيليكون، بدي حط تقريبا 3/4 تبع الكب كيك من هيدي العجينة، يعني بدي اخلي شوية محل لحتى احط على وجهن شوكولا. يلا تابعوني لنشوف كيف بدنا نحطهم. لكن هيدا هو الشكل من بعد ما حطيتهم بقوالب الكب كيك. هلا بدي ضوي بشوكولا. كل واحد على ذوقه، في ناس بتحط شوكولا ابيض، في ناس بتحط شوكولا اسود. انا بدي احط شوكولا العادي اللي بناكله دايما يعني، وفي ناس كمان بتفضل انه ما تحط شوكولا. كل واحد على ذوقه يعني. لكن هيك انا ذوبت الشوكولا، وهلا بدي اسكبهم فوق اللي حضرتهم، العجينة اللي حضرتها. لكن صبيت الشوكولا بس خليت 2 لانه بابا طلب مني ما احط له شوكولا ب2. هلا فيكم تحطوهم دغري بالبراد لمدة نص ساعة وبيكونوا جاهزين، وفيكم تزينون باللي بدكم اياه. انا حابة زينهم برشة جوز الهند على وجههم قبل ما احطهم بالبراد.
بيعطي منظر حلو وطعمة طيبة. وهلأ من بعد نص ساعة شلناهم من البراد، جمد الشوكولا ولا أسهل من هيك بينشالوا. واو شكلهم بشهي. بدنا ندوق الطعمة هلا. لا يمكن كان بعد بيحملوا شوي بالبراد بس نعم منيح. شكلهم كتير حلو. هلا انت بدك تدوقي لنا اياهم. انا حقل التجارب يعني. لا هن طيبين بس تعطينا رأيك. هذا الشكل النهائي إلهم، شكلهم كتير بشهي. طبقتين مثل ما انكم شايفين، طبقة من شو يا سليم؟ تمر شوفان و بينات باتر وطبقة شوكولا وكوكونات. أو جوز هند كمان. آه. بشهوا. يلا هلا بدك تدوقيهم. يلا بلش. لكن هلا بدي ادوق. كتير طيبين. طيبين؟ خفيفة، حلوين ومش كتير حلوين. يعني الشوكولا عطيهم حلاوة، بس اللي من تحت طيبين كتير. صح. سلم ايديكي. إذا كان جربوا الوصفة اعطونا رأيكم بالكومنت. وصفة كتير سهلة، ما بدها وقت وما بدها غاز ولا فرن ولا شي، وصحية. بشجعكم جربوها. أنا هلا حكفي الأكل. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي باي.